السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذن انتهت مباراة فريق ريال مدريد وكذلك ريال مايوركا بتفوق الملكي بثلاثية نظيفة، لكن غادي نتكلموا على الأسد المغربي إبراهيم دياز. إبراهيم دياز صراحة ما أثار انتباهي من طرف لاعبين ديال فريق ريال مدريد هو أنه إبراهيم دياز صراحة مهمش داخل نادي الملكي. لماذا؟ هذا هو السؤال، نتمنى الإجابة ديالكم الإخوان على المباراة ديال اليوم. شفنا إبراهيم دياز حاول الدخول في الأنفاس الأخيرة من المباراة، تقريبا 4 ديال الدقائق هو كيتسنى باش الكرة على الأقل لاعبين ديال فريق ريال مدريد يخرجوا الكرة، ولا يستنى شي رمية تماس ولا خطأ باش الحكم يسمح له باش يدخل كبديل لفينيسيوس. دخل إبراهيم دياز وشفنا الخروج ديال فينيسيوس. أنا صراحة هذا اللاعب دائما متعنت، هذا اللاعب دائما يحس براسه وكأنه نجم عالمي، فعلا لاعب يلعب ولكن دائما متعنت. وشفنا في المباراة الماضية في البطولة الإسبانية دا بطاقة الحمراء بعد تدخل على الحارس. اليوم فينيسيوس خرج ودخل الأسد المغربي إبراهيم دياز. سبحان الله، الإنسان المظلوم في الريال والتهميش الذي يتعرض له في الريال، واخا كيدخلوا المدرب دائما اللاعبين ما كيلعبوش على الجهة ديال إبراهيم دياز. بزاف كنشوفوا إبراهيم دياز دائما يفضل اللعب الجماعي، يعني كيعطي الكرة مثلا مبابي، كيعطي الكرة لفينيسيوس، كيعطي الكرة بيلينغهام، يعني دائما كيبغي اللعب الجماعي. لكن في الطرف الآخر ملي كتشوف اللاعبين الآخرين فريق ريال مدريد يعني ما كيعطيوش الكرة يعني متقنه لابراهيم دياز، وكنعرفوا دائما صراحه الا جاته فرصه راه غادي يسجل. لكن اليوم 10 دقائق الاخوان كانت كافيه لقلب الطاوله على ريال مايوركا وقلب المباراه راسا على عقب. شكون هو ابراهيم دياز الاسد المغربي. صراحه لاعب في المستوى، لاعب يعطيك الحلول، لاعب صراحه. الهدف الثاني لفريق ريال مدريد كانت واضحه، لو كان سدد بقوه ابراهيم دياز كان سيحتسب الهدف له، لكن هو فضل تمرير الكره للاعب مبابي. مبابي لم يسجل اليوم، سجل بيلينغهام، لم يسجل اليوم، فضل تمرير اسيست للاعب مبابي. لكن الحمد لله شاءت الاقدار ان تصطدم الكره في مدافع ديال ريال مايوركا وتدخل في الشباك ويحتسب الهدف لابراهيم دياز. ابراهيم دياز ما حبش هنا، أصر على أنه يسجل في هذه المباراة ويعطي رسالة واضحة للمدرب ويعطي رسالة واضحة للجميع بأن هذا الأسد المغربي يجب أن تعطى له المكان الأساسية داخل فريق ريال مدريد، يجب أن تعطى له الفرصة الكاملة، خاصة على الأقل 20 دقيقة ولا نصف ساعة في الشوط الثاني. بعد تقريبا دقيقتين عاد الأسد المغربي على الجهة اليمنى وبمراوغة وبتمريرة رائعة، وساهم أيضا بأسيس في الهدف الثالث لفريق ريال مدريد. يعني الحلول جاءت من المغربي إبراهيم دياز، الحلول دائما تأتي من هذا اللاعب. يعني هذا اللاعب أنا كنحس به مهمش كثيرا يعني داخل الفريق الملكي. بعض اللاعبين لا يفضلون تمرير الكرة للاعب، بعض اللاعب لا يفضلون اللعب الجماعي مع ابراهيم دياز. شفنا في التغيير ديال المدرب انشيلوتي يعني تقريبا 4 ديال الدقائق هو كيستنى على الاقل لاعبين يخرجوا الكرة، لانه دخل في الدقيقة 86، يعني من 82 هو كيستنى، بدقيقة 82 هو كيستنى في دكة البدلاء يعني باش انه يقوم الحكم بالتغيير ديال فينيسيوس. لا حتى وصلت الدقيقة 86 لو كما جاش خطا ولا خرجت كره تماس راه والله العظيم ما غادي يسمحوا له باش يدخل. لكن الحمد لله ربي معاه، من يربح. دخل الاسد المغربي وبالتي هي احسن. الناس لعبوا 86 دقيقه، دخل هو فقط في 2 دقائق، قلب المباراه راسا على عقب، ساهم في الهدف الاول كما شفنا. التمريره اللي عطاها لامبابي لكن شاءت الاقدار كما قلت لكم، ضربت في المدافع ودخلت في الشبكه. يعني الحمد لله مرضي الوالدين والرضا ديال المغاربه مع هذا الاسد المغربي. ولكن في الاخير عاد وقدم ايضا اسيست ثاني لقلب المباراه تقريبا في 10 ديال الدقائق، يعني حول المباراه من هدف ل0 الى ثلاثيه نظيفه ليتاهل الفريق الملكي الى الدور النهائي ليلاقي في الكلاسيكو فريق ريال مدريد في كاس السوبر الاسباني على الملاعب السعوديه. اذا اخواني نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا مع المباراه. اكيد الناس ديال الريال نتمنى الاخوان اللي الريالي يبان هنا واللي ساند البارسا يبان معنا في التعليقات هنايا، وقولوا لي الراي ديالكم والله العظيم في الاسد المغربي ابراهيم دياز. صراحه انا من مساندين ديال فريق ريال مدريد، ولكن ما عجبنيش الحال ملي كنشوف في بعض المباريات تقريبا دائما ابراهيم دياز كيهمشوه، دائما ابراهيم حس باللي محقور.
يعني وانسان صراحه، وانسان طيب. ابراهيم دياز صراحه حضرت في المباراه ديال المنتخب الوطني المغربي في وجده وعن قرب، انسان صراحه متسامح وفي شكل يعني دائما كيبغي انه يلعب ذاك اللعب الجماعي. ولكن ملي كتشوف بعض اللاعبين ديال فريق ريال مدريد كيفضلوا فينيسيوس وكيفضلوا بيلينغهام ويفضلوا مبابي على اساس انه ما يعطيوش الكره لابراهيم دياز. لكن كره جات عنده وبغاتو وساهم في جوج ديال الاهداف. تقريبا الهدف اللي يحتسب له اللي عطى كره مبابي والحمد لله دخلت في الشبكه. الهدف الثاني كذلك قدم اسيست رائع للهدف الثالث لفريق ريال مدريد. اليوم ابراهيم دياز هو انا صراحه يعني ساهم بشكل كبير بالفوز ديال فريق ريال مدريد بثلاثيه نظيفه على فريق ريال مايوركا. اذا فريق الريال والبارسا في النهائي، والتوقعات ديالكم ان شاء الله وغادي تتابعوا هذه المباراه. اعطيونا الراي ديالكم فيه. شفنا البارسا في المباراه ديالو ايضا امس البارحه اللي كانت مباراه صراحه كبيره، قدم اداء كبير برشلونه امام اتلتيكو بلباو وانتصر بهدفين لصفر. لكن في نظركم لمن ستكون الغلبه؟ البارسا في اداء ممتاز، الريال كذلك اداء ممتاز، لكن في نظركم لمن ستكون الغلبه ومن سيحقق الكلاسيكو على الاراضي السعوديه؟ مباراه ستكون عندها اهتمام كبير اعلامي كبير، مباراه اكيد نتمنى ان شاء الله بحول الله ان الاسد المغربي لن يحرم ان شاء الله من المباراه القادمه وتعطى له الفرصه على الاقل نصف ساعه ولا 20 دقيقه امام فريق برشلونه ان شاء الله. كذلك ايضا لاعب اخر من اصول مغربيه جمال لكي يلعب في برشلونه. هنا دائما المغاربه حاضرين في كل الميادين، حاضرين ايضا في المباريات الكبرى، حاضرين في المباريات العالميه. ونتمنى ان شاء الله بحول الله انه اللاعب ابراهيم دياز دائما اكيد الانسان يشتغل بالنيه وربي كيوفقه. اليوم كان صراحه بالمرصاد وقدم اداء كبير وقلب المباراه. في 10 دقائق تمكن من المساهمه في تسجيل هدفين لفريق الملكي والتاهل الى النهائي. اذا اخواني اعطوني الراي ديالكم فيما يتعرض له ابراهيم دياز داخل ريال مدريد من تميش من بعض اللاعبين، وشنو في النظر ديالكم في الكلاسيكو التاريخي ما بين فريق ريال مدريد وكذلك ايضا برشلونه في لقاء كاس السوبر ديال الاسبانيا على ملاعب السعوديه. فقط بقى في الحال لانه ابراهيم دياز صراحه بغيته يدخل تقريبا 21 دقيقه وحسيت انه حتى المعلق قالها، قال لك ودي ابراهيم دياز يعني كان ينتظر ابراهيم دياز يدخل، ولكن الحمد لله دخل وعطى الاضافه. 10 دقائق كانت كافيه وسجل جوج ديال الاهداف، ساهم في جوج ديال الاهداف وايضا خلى البصمه ديالو التاريخيه في هذه المباراه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم اخواني، اعطونا الراي ديالكم فيه، ما تبخلوش لنا بالاراء ديالكم وخليونا لايك الفيديو. الناس ما مشاركيش مع القناه اتمنى انكم تشاركوا باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. تحياتي لكم وخليوا لي التوقعات ديالكم للمباراه النهائيه، شكون الباصه شكون الريال. تحياتي لكم. من ابراهيم دياز لن انساه، انظر الى العرضيه، شوف بقميص مدريد. من ابراهيم دياز لن انساه، انظر الى العرضيه، شوف بقميص مدريد. من ابراهيم دياز لن انساه، انظر الى العرضيه، شوف